حتى أقول لك تفضل. اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك، فمن اشتراك باعك اليوم. ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة. طيب. ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول. لذلك اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديد، اكتب وصيتك. ونحن اليوم نتكلم بجدية، وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل للقدس. انظر من قالها لك ومن خدع. مين الشخص اللي اتفتحت له كل الساعات الطويلة دي؟ مين الشخص اللي تنبأ بساعات قبل ساعات من اغتيال حسن نصر الله؟ ده جاسوس لإسرائيل. السعودية اللي ظهر فيها علامات الحزن الشديد، حزن كان قريب من المأتم. عندهم ميت. اللي حصل في العشاء الأخير ده عمل ميتم في المملكة العربية السعودية. وطلعت قناة العبرية تقول إن ما حدث في لجنود الجولاني ده مجزرة بشعة. تحدث عن ارتفاع عدد الجنود المصابين بهجوم قاعدة بنيامين إلى 39، بينهم 8 حالات حرجة، وهذا ما كنت أتحدث عنه. يمكن أن أقول بأن حزب الله ارتكب مجزرة حقيقية بالجيش الإسرائيلي. وطلع الشخص اللي بيقدموه على إنه العارف ببواطن الأمور يقول إن الأسد الإسرائيلي أقوى جيش في المنطقة وبيطلع نار من بقه وهو السيد في المنطقة، ورد فعله لازم نترعب منه. كل ده إنتاج العبرية السعودية الإماراتية. أن هذا الأسد الإسرائيلي تم جرحه وتم محاصرته، واليوم هو أيضا كان صابر بالدخول إلى المناطق المعينة في لبنان. سيكون هناك ردات فعل قاتلة وعنيفة. أنا أعرف أنها أسد، لا يمكن أن أتكلم عن أهم وأقوى جيش بالمنطقة. القصة المهمة بقى اللي بحكيها لك النهاردة، مين الشخص اللي اتفتحت له كل الساعات الطويلة دي؟ مين الشخص اللي تنبأ بساعات قبل ساعات من اغتيال حسن نصر الله؟ ده جاسوس لإسرائيل. ده مش اتهام ولا نتيجة أدائه، ده اتقبض عليه بالفعل في لبنان في 2011 لأنه كان بيتجسس لصالح إسرائيل. قبض عليه بتهمة التجسس، واللي قبض عليه الجيش اللبناني، لا حزب الله ولا غيره، الجيش اللبناني. الكوميديا السوداء بقى في ايه بقى؟ انه كان بيتلقى دعم مادي من المملكة العربية السعودية، وكان بيتردد على السعودية قبل 2011 بياخد فلوس ويتردد على السعودية، وبعدين اتمسك كجاسوس في 2011 بياخد فلوس من السعودية في نفس الوقت اللي شغال فيه جاسوس لإسرائيل، واللي بيقول لك ان اسرائيل دي اسد لا تقترب منه. كان بيدعي في 2009 ان عنده حركة مقاومة، انه من المقاومين، وهو شغال جاسوس، وانه ضرب اسرائيل بصواريخ، والكل كان فاهم انه نصاب. وكان بيدعي انه بيضرب اسرائيل ومقاوم وجامد، وهو جاسوس، واتحكم عليه في 2012 ب5 سنين سجن بعد ما ثبتت تهمة الجاسوسية عليه، محمد الحسيني. مين احتضنه بعد ما اتسجن؟ السعودية كانت بتدفع له فلوس وهو بيتجسس لحساب إسرائيل. الأكتر من كده إنه راح السعودية وخد جنسيتها في 2021. محمد الحسيني واخد الجنسية السعودية، الجاسوس السعودية مدياله الجنسية، وسلمان وابنه خدوه بالأحضان وقالوا ان احنا ادينا الجنسية للمفكر اللبناني اللوزعي محمد علي الحسيني. مفيش كوميديا سوداء اكتر من كده. السعودية اللي كانت بتدعي لسنوات انها بتحارب المد الشيعي ومش عارف ايه، بتدي الجنسية للمفكر الشيعي اللي هو
متهم بالتجسس لاسرائيل، وتقول لك ده مفكر. ما احنا محاربه المد الشهي دي زي الشعره، ساعه تروح وساعه تيجي، فبالك بقى لما يكون جاسوس اسرائيلي. السعوديه ادت الجنسيه لشخصيات لبنانيه نادره، زي رفيق الحريري كده. رفيق الحريري خد الجنسية لما عمل مساهمات اقتصادية مهولة للسعودية وشركات وقصة وعارف انت الخدمات اللي قدمها في لبنان. فانت رايح تدي الجنسية الجاسوس وتطلعه يقول المعلومات اللي بتديها لك اسرائيل، اللي طلعت في تقرير قبل كده اكدت على التعاون الاستثنائي بين العبرية والاعلام العبري. هيختاروا نصر الله، هيعملوا ايه، وتطلعوا لي مفكر. التعليمات اللي بتديها اسرائيل للعبرية تروج لها السعودية، وواحد من المروجين هذا الشيء اللي بيطلع انه عارف ببواطن الامور. السعودية اللي فيها ناس بتتولد وتموت فيها وما بتشوفش بلد غير السعودية، ومش بياخدوا الجنسية، ما ياخدوش إقامة الكاملة أو الدايمة، بتديها للجاسوس الإسرائيلي الحسيني اللي لابس الزي السعودي زي ما أنت شايف كده، وعاملين حملات ترويج كبيرة جدا لذلك الجاسوس. ودي جزء من خدمات ابن سلمان اللي بيقدمها للكيان. ابن سلمان اللي الحمد لله أخيرا حن على السيسي بعد أوامر إسرائيلية عشان